هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يلا بقى اشترك عشان نكبر عيلتنا. وتشرفوني على صفحتي وجروبي والانستجرام الرسمي بنفس اسم القناة بيت مارو مارزوم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. انا بنزل فيديوهات يوميا. ويلا بينا نبتدي وصفة النهاردة هنعمل مع بعض احلى سندوتش زنجر فراخ هتاكلوه. تمام، بنجيبه من بره بسعر غالي، هنعمله في البيت وهيطلع معاكم تحفة. هتدعولي بجد على الوصفة دي. اول حاجة انا معايا 4 قطع بانيه، تمام، من صدور الفراخ. ومعايا البهارات: معلقة صغيرة ملح، معلقة بصل بودر، 7 بهارات، بابريكا، كركم، مرقة دجاج فورية حلوة قوي بتدي طعم حلو، فلفل ابيض، تمام، مش فلفل اسود عشان ما يبقاش لونه مش حلو في التتبيلة. تمام. هحط ايه دلوقتي؟ معلقة دقيق على الكلام ده كله. تمام. بعد كده هجيب كوباية لبن رايب بس، وهقلب الكلام ده كله في بعضه لحد ما يدوب كده كله في بعضه والبهارات تخش كده في بعضيها. تمام. بعد كده هسيب الفراخ دي في التتبيلة على الأقل ساعة في التلاجة. الفراخ مش بتحتاج تتبل كتير، تمام، خصوصا البانيه. فهسيبها في التلاجة، هي كده دابت معايا وكل الأطعمة والبهارات دخلت في البانيه. فهحطه في التلاجة ساعة واحدة وهرجع اشتغل فيه. تمام. اهم حاجة بس ما تنسوش تغطوه بحاجة قبل ما تدخلوا التلاجة عشان الفراخ ما تكرفش من اي طعم في التلاجة. هاجي هنا بقى، تمام، هعمل الكفر بتاع الزنجر اللي هيديه قرمشة تحفة من بره. بصوا بقى، دي اسمها خلطة البانيه المقرمش. بجيبها من كارفور او من اي سوبر ماركت كبير. تمام. هتلاقوها عند العطار في اي سوبر ماركت كبير، وممكن تلاقيها عند العطارين اللي بره عادي. تمام. بس انا ما جربتش اجيبها من العطارين اللي بره. اسمها خلطة بانيه مقرمش. دي بتدي كفر تحفة للزنجر او الفراخ البانيه. تمام. هحط عليها ايه؟ هحط عليها معلقة دقيق كبيرة. تمام. هحط عليها ايه تاني؟ هحط معلقة نشا. مهم جدا النشا علشان بيدي قرمشة كمان. هو ده النشا. البهارات معايا مش هحط بهارات كتير، هحط ملح وهحط معلقة بهارات بس كده، مش هحط حاجة تاني. اللي عايز يزود شطة يخليها سبايسي، مفيش اطفال مثلا عايزين تخلوها سبايسي زودوا شطة. تمام. هقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. يا جماعة بجد الوصفة دي تحفة، جربوها على ضمانتي. انا عندي في البيت بيعشقوها بجد، كأننا قاعدين في مطعم بنطلب الاكلة دي. تحفة بجد. هنيجي بقى هنا. تمام. هعمل ايه؟ هحط مية ساقعة من التلاجة، مية تكون باردة جدا. تمام. دي تركية مهمة عشان اعمل كفر كويس. بس كده بقى طلعت الفراخ من التلاجة ومعايا المية الساقعة ومعايا خلطة اللي انا عملتها للكفر من بره. بصوا بقى، هطلع قطعة البانيه كده من الخلطة. مش لازم تحوشوا الخلطة، مفيش اللي عايز يحوشها يحوشها، بس هي بتدي طعم حلو. تمام. بعد كده هحط من الكفر ده فوق قطعة البانيه ومن تحت وهعملها كويس. تمام. انا هعمل الكفر اللي من بره للزنجر مرتين، يعني هطلع الفراخ من الدقيق ده والخلطة هطلعه على المية الساقعة. بعد كده هرجعه تاني في الخلطة. هعمله الكفر، يعني هعمل كفر مرتين، ده اول مرة وكفر تاني مرة بعد ما احطها في المية الساقعة. بصوا بنزلها ازاي في المية الساقعة. تمام. تنزيلة كده واطلعها تاني واحطها في الكفر ده تاني
وبس كده، وهركنها على جنب. اهم حاجة وانتوا بتحطوا الكفر الاخير ده تدوسوا على قطعة البانيه كويس علشان تمسك، لان احنا كمان بعد ما نغطي البانيه بالخلطة دي هندخله الفريزر 10 دقايق قبل ما نقليه، عشان الكفر ده ما يقعش مني في القلي. تمام، هعمل معاكم قطعة تاني عشان تشوفوها. طريقة سهلة بجد وتحفة جدا، هتعجبكم جدا. دي تاني كفر بحطه على البانيه. اعملوها مرتين هتعجبكم جدا، هيبقى كفرها حلو ومقرمش كده من بره، والفراخ جوسي جدا من جوه وطريه، بيطلع بجد تحفه. وهوريها لكم برضو بعد ما تطيب، هوريها لكم من جوه شكلها عامل ازاي. تمام، بتحطوهم طبعا في طبق فوق بعض كده. تمام كده، خلصت الكميه اللي معايا. هحطه في الفريزر 10 دقايق. بعد ما طلع من الفريزر ومعايا بقى الزيت اللي هنقلي بيه. تمام، لازم يكون زيت غزير. هاخد القطعة كده وانزلها في الزيت. بصوا شايفين الزيت مغطي قطعة البانيه ازاي كده؟ تعرفوا ان الزيت كده تمام. بصوا هيبتدي يغلي بقى الزيت ويطيب البانيه، ياخد لون. هتلاقوا البانيه خد لون من، يعني مش هتحتاجوا تقلبوه لان الزيت مغطيه من فوق ومن تحت. هتلاقوا خد لون من جميع الجهات وقت واحد. تمام، زي ما هوريكم دلوقتي. شايفين؟ انا قلبته علشان اوريكم لونه. لونه تحفة، واخد لون من تحت ومن فوق زي بعض. انا عاملة 4 قطع، هقلي قطعتين وقطعتين، يعني ما تسحموش الطاسة، يعني خلوها مرتاحة عشان درجة حرارة الطاسة ما تقلش. شايفين؟ بجد تحفة تحفة، وهوريها لكم كمان من جوه بعد ما اعمل السندوتشات. انا قليت هقلي كل القطع الباقية، وتعالوا مع بعض نعمل الساندوتش مع بعض، هيطلع تحفة. بصوا بقى، انا عاملة طماطم وكابوتشا وجبنة بتاعة البرجر. تمام، ومعايا الصوصات بتاعتي. في باربيكيو صوص، وفي مايونيز، وفي كاتشب، وفي صوص تاني اسمه تكساس. بصوا اي صوص انتوا عندكم في البيت بتحبوه حطوه. تمام، انا بحط هنا مايونيز في الساندوتش من تحت كايزر. بعد كده هحط طماطمتين، شريحتين كده طماطم. بعد كده هحط الكابوتشا. تمام، بعد كده هحط صوص. الصوصات ده على فكرة موجودة في السوبر ماركتات الكبيرة. بعد كده هحط قطعة الزنجر، وهحط فوقيها الجبنة. تمام، فالجبنة هتسيح من سخونة قطعة الزنجر. تمام، هحط صوص فوق الجبنة، واقفل السندوتش بتاعي. بجد بيبقى طعمه تحفة جدا. الصوص ده اسمه تكساس. تمام، وهحط قطعة طماطم كده واقفل السندوتش بتاعي. بجد بيبقى تحفة، شكله جميل وطعمه
طعمه فعلا تحفة. هوريكم دلوقتي قطعة البانيه من جوه. شايفين الكفر واضح طبعا، تحفة بجد. والفراخ من جوه طرية وجوسي وجميلة مش ناشفة. ده السندوتشات اللي انا عملتها بجد جميلة جدا. شايفين الصوصات تحفة، جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات، ويا رب تكونوا بتستفادوا من كل اللي انا بقدمه. وشكرا جدا لمتابعتكم، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك، عشان في الاحصائيات بتجيلي ان في ناس كتير بتتفرج على القناة بس لسه مش مشتركة. اشتركوا ودعموني، وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.